ما يتم تعديلها في دور المجموعات. رغم ان اداره النادي الاهلي كانت تتجه لوجهه نظر الاكتفاء بالصفقات الاجنبيه، 4 صفقات اللي تم التعاقد معاهم، ولكن السويسري مارسيل كولر المدير الفني شايف ان ليه ما يكونش في مهاجم قوي في الفتره الحاليه قبل ما نروح لانتقالات يناير، بما ان علي معلول اسمه اتشال من القائمه الافريقيه علشان عنده اصابه مش هيقدر يشارك، فاسمه لو موجود مش هيكون اضافه للنادي الاهلي. هنشوف النادي الاهلي يقدر يخلص مع مهاجم سوبر خلال الايام القادمه القليله ولا لا. على صعيد استعداد بقى لمواجهه نادي الزمالك في السوبر الافريقي خلال الساعات اللي جايه، هينهي مسؤولي النادي الاهلي اجراءات السفر الى السعوديه لخوض بطوله السوبر الافريقي المقرر ليها 27 سبتمبر الجاري امام نادي الزمالك، حيث يقوم الجهاز الاداري بانهاء كافه الاجراءات اللازمه للسفر وحجز الفنادق والاقامه اللي هتكون موجوده هناك، غيرها من الترتيبات اللي بيكون مسؤول عنها جزء